يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا، اهلا بكم في قناتي. معايا بقى في الفيديو طريقة العجين بالتفصيل بالتفصيل بالتفصيل، بأدق التفاصيل. كلنا هنعرف نعجن العجين بتاع العيش. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، يا صباح البنفسك، يا صباح التفاؤل، يا صباح تحقيق الأمنيات. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي فرح وفي سعادة وفي هنا يا رب. دايما يوم العجين لازم تصحيله من البدرية، وطبعا مش اول ما هتقومي من النوم انك هتعجني. لازم كده الاول نتأملي في خلق الله كده شوية، وفي اللي ربنا خلقهن كده، وفي الطبيعة الجميلة دي. دي العصافير، كان نفسي قوي ان انتوا تشوفوا العصافير عامله ازاي في الساعه البدريه دي. جميله قوي. قعدت انا اعمل زوم واوضح فيها ان العصافير تظهر، بس مش عارفه بقى هتبقى ظاهره في الفيديو ولا ايه، بس هي ظاهره بسيط يعني. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. الساعه البدريه دي ساعه جميله جدا. الريحه اللي بتبقى جايه، ريحه الهواء اللي بتبقى داخله كده فيها الصبح، ريحه جميله كده، ريحه نقيه، ريحه ما بتشمهاش طول النهار. بصراحه بتحسي براحة وبتحسي بتفاؤل كده لما بتقومي بدري شوية كده يعني. تقريبا كان في الوقت ده كانت الساعة 6:30، 6 أو 5:30، يعني 5:30 يا 6. أنا مش فاكرة بصراحة، بس أنا كنت قايمة من بدري، كان الجو مظلم. صورت شوية وبعد كده صورت لما الجو بدأ يشقشق كده زي ما انتم ما شايفين معايا كده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يا رب كلكم تكتبوا لي في التعليقات الصلاة على النبي عشان اخد ثواب وتاخدوا ثواب. طبعا ده فيديو روتين للعجين والخبيز، فيديو اوله كده من روتين، يعني كله روتين خاص بالعجين والخبيز. نعمل اشتراك ونعمل لايك. وديت حاجة عاوزة اطلبها منكم، ان انتوا كلكم كده كل يوم الصبح تعملوا لنفسكم ورد، تقروه من القرآن عشان ربنا يحفظنا ويحفظ أولادنا ويحفظنا جميعا يا رب، احنا وكل اللي بنحبه. ربنا يحفظنا جميعا يا رب. طبعا انا مش هجيب الورد كامل معانا، بس الحاجات الكويسه لازم تقوليها في الورد. سوره ياسين وسوره الواقعه واللي انت تحبيه. ممكن يعني السور القصيره، والفاتحه تقوليها 7 مرات. وربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا يا رب. طبعا ده المكان اللي انا بغبس فيه، فبطلع انضفه الاول واظبطه ولازم أن يكون بيشف ويرف كده. لازم النظافه دي تكون اهم حاجه في الدنيا. طبعا عشان لما تيجي تحطي العجين وتقطعي وكده، لا ترابه تيجي عليكي ولا عفشايه تيجي عليكي ولا اي حاجه. انا بعجن على السطوح لاني ما عنديش مكان ان انا اعجن فيه تحت. ايوه دي برضو على السطوح. السطوح طبعا اسمنته زي ما انتم ما شايفين كده، احنا عاملين له خرسانه فوق الخرسانه لانه كان بينشع ميه. فزي ما انتم ما شايفين كده لما بتنضفيه بيبان ان هو نضيف وزي الفل. اللهم بارك يا رب. طبق العجين بقى، اول ما بنجيب طبق العجين اللهم صل على النبي لازم بنشطفه كويس. حتى لو هو نضيف الطبق، حتى لو نضيف لازم تشطفيه كويس تحت شويه ميه كده نضاف، وبعد كده تبداي ان انت تنشفيه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما نعجن، ونسمي بسم الله قبل ما نحط ايدنا في قلب الدقيق. والدقيق لازم أن يكون منخول. الدقيق لازم أن يكون منخول. ونبدأ ان احنا نجهز كل حاجة كده جنب مننا، جنب الدقيق وجنب الطبق اللي هنعجن فيه. طبعا لازم أن تكوني هتقعدي على الارض عشان تعرفي تتملكي كويس، وتعرفي كمان انك تتحكمي في العجين. ديت الخميرة. دي الخميرة بشوية مية كده ومعلقة سكر ونص معلقة ملح او معلقه ملح. المهم الملح يكون ابيض مش ملح ببهارات. ودي خميره بيره، دي خميره بيره. المره الاولانيه انا كنت عامله لكم العجين بالخميره الفوريه. ونبدا بقى ان احنا نفرك العجين اللهم صل على النبي، الخميره في قلب الميه زي ما انتم ما شايفين كده. بصوا بقى بتقلبها كويس كده في قلب الميه، والحته اللي هي تلاقيها مثلا لسه ماسكه في نفسها كده من الخميره، على بجنب المعلقه كده بظهر المعلقه في قلب. ايوه بصي اهي الحركه اللي انا اقصدها عشان انا مش عارفه اشرحها. زي ما انت ما شايفاها كده، بحيث انها تفك زي ما انت ما شايفاها كده بالظبط. تانيكي بقى تعملي فيها لحد ما تفك خالص وتسيب وتبوش وتبقى معانا 100 100. وان شاء الله هتعملي لايكات تغرق الدنيا بحالها، ولازم ترفعوا لي الفيديو بلايكات حلوه وبتعليقات حلوه من ايديكم وعينيكم الجميله اللي زي الفل، اللي دايما كده مشجعاني ودايما كده بتديني تفاؤل وبتديني امل ان اعمل فيديوهات اصلا. كان جالي تعليق من عسولة شافت الفيديو اللي قبل كده، فبتسألني الخميرة الكيس كام جرام.
بصي احنا في العجين عموما مش بنقول كام جرام، لان دايما العجين فاحنا العجين متعلمينه من ستاتنا ومن امهاتنا، فبيبقى بالبركه. بس طبعا دي مش اجابه اللي انت عاوزاه. الاجابه اللي انت عاوزاها الكيس اللي انا حطيته المره اللي فاتت، كان كيس ابو 5 جنيه اللي موجود في كل المحلات، الكيس الخميره الفوريه. لكن هنا احنا عملنا بالخميره البيره. الخميره البيره ديت كنت جايبه ب2 جنيه بس. الخميره البيره بتبقى اشد من الخميره الفوريه، او بتبقى اقل في السعر من الخميره الفوريه. تمام. اللي احنا استعملناه هنا ب2 جنيه خميره بيره، ب2 جنيه خميره بيره. انا كنت مستعملاها في الفيديو الاولاني كانت خميره فوريه، كان الكيس ابو 5 جنيه. كان الكيس ابو ابو 5 جنيه، اللي هو كان ب3 وبقى ب5. اللي كان ب3 وبقى ب5. زي ما انتم ما شايفين كده بقى، اللي انتم شفتوه معايا وانا بتكلم. بنبدأ كده ان احنا بالراحة كده نحط المية بشويش، يعني نحط في الاول شوية كتار ونقلب الدقيق، ونرجع نحط كمان شوية ونقلب الدقيق. ما نسيحش الدنيا مية علشان ما نحتاجش دقيق تاني، يعني ما ندلقش المية مرة واحدة عشان ما نحتاجش دقيق تاني. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. يا ريت يا ريت يا ريت دايما وانت بتعملي عجين تذكري الله. ربنا هيبارك في العجين وفي كل حاجة في بيتك كله بإذن الله بإذن الله بإذن الله. ودايما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. ودايما نستغفر ربنا كتير، الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب تقبل مني ومنكم بإذن الله، يرحمني ويرحمكم ويغفر لي وليكم وسامحنا بإذن الله. وما زي ما انتم ما شايفين كده، تجيبيها يمين شويه كده وتجيبيها شمال، بحيث تنيكي تقلبي في العجين بحيث ما يبقاش فيه دقيق خالص. يعني الحته اللي فيها دقيق دي تنيكي تعملي فيها كده لحلاقي العجين يبس، نحط ميه تنيكي تقلبي فيها. بصي كل ما بجيب من تحت فيه دقيق لسه فيه دقيق، فبقلبه كده في قلب العجين اللي هو انعجن بميه. يعني بتجيبي اللي فيها دقيق وتحاولي انك تقلبيها في قلب العجين اللي انعجن في ميه، زي ما انتم ما شايفين كده. وتجيبي يمين وتجيبي شمال، ودايما هيطلع من ايديكي زي الفل. دايما الحاجة اللي بتتعمل بالايد ابرك 1000 مرة من الحاجة اللي بتتعمل في المعجنات، في العجانات وفي الحاجات اللي هي الحديثة دي. وطبعا حطينا الخميرة. انا مش عارفة انا صورت الحتة اللي انا حطيت فيها الخميرة اللي كانت في الشفشق ولا ما صورتهاش. المهم انها بتتحط رخرة في قلب العجين. حطينا معلقة سكر، معلقة ملح، وعملناهم بالميه. مش شرط انها تكون دافيه، بس يعني تكون من الحنفيه عشان ما تبقاش برضو، يعني ما ينفعش انها تكون ساقعه خالص عشان التفاعل بتاع الخميره. ونسيبها كده 3 دقايق قبل ما ننخل الدقيق، ونبدا كده ان احنا نقلب ونظبط الدقيق بتاعنا في الميه بتاعته. وبالهنا والشفا يا رب على عيونكم جميعا يا رب. انا بصوا بقى اللي انا ما قلتهوش او اللي انا ما اتكلمتش فيه والفيديو شغال، فحضراتكم انا بصوا مش مضيعه اي حاجه من الفيديو. حضراتكم هتشوفوا التفاصيل كلها في قلب الفيديو زي ما انتم ما شايفين. اللي انا ما قلتهوش او اللي سهيت عنه وانا بقوله هتلاقوه واضح مع حضراتكم في قلب الفيديو. ولو اي حد من حضراتكم محتاج اي تفصيله يبعتلي ان شاء الله باذن الله كومنت كده من ايديه الحلوه، وان شاء الله باذن الله انا فاضيه وهرد عليه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انا على فكره بحب قوي بقى في الحته دي اقعد اطب ولت ولت واطب واطب ولت. طيب في عجين بيتغرز وفي عجين بيتطب وفي عجين بيتغرز ويتطب، انه احسن؟ بصي، هو عشان ما يتعبش نفسك وما تهمليش نفسك وما تساليش كتير، العجين اللي بيتطب احسن. العجين اللي بيتغرز وحش؟ لا، العجين اللي بيتغرز مش وحش، بس انت لو اول مره مش هتعرفي ان انت تظبطيه، ولو انت جديدة مش هتعرفي ان انتوا تظبطيه. لان اللي بيتغرز ده بيحتاج واحدة تكون، يعني معلش في الكلام، زي والدتي وزي ستي وستك طبعا ووالدتك، فبيبقوا فاهمين او فيه، فعارفين امتى يغرزوا وليه يغرزوا، امتى يغرزوا وليه. لان في دقيق اصلا ما بيشربش معاك المية، في دقيق ممكن يسود منك المية، في دقيق لما تخدميه كتير بيديكي نتيجة عكسية، فحسب الدقيق اللي معاكي واللي قدامك. فاحسن مرحلة في مرحلة العجين هو الطب.
وتطبيه على قد ما تقدري، لان الطب هنا معاكي بتشربي العجين كويس وبتخدمي العجين كويس واحسن من موضوع التغريز زي ما حضراتكم شايفين كده. ولازم تجيبي من اليمين شوية ومن الشمال شوية وتضيري الطبق وتجيبي اللي كان قدامك قصادك، يعني اللي كان قدامك عند حجري ده يبقى قصادي، ونبدأ ان احنا برضو نعمله كده، ونبدأ نجيب اليمين في الشمال والشمال لليمين، وبرضو نبدأ ان احنا نطبه تاني. ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر. الفيديو فيه كل حاجة، هنغطي العجين ازاي وهنعمل فيه ايه، كل حاجة موجودة في قلب الفيديو. هوريكم دلوقتي هغطيه ازاي وامتى يبقى خمران، وهنقطعه ازاي وهنخبز ازاي. وان شاء الله باذن الله هيبقى فيديو زي الفل باذن الله، عشان حضراتكم هترفعوه وهتعملوا لي لايكات كتير وهتعلقوا لي في الكومنتات بالصلاه على النبي باذن الله عليه الصلاه والسلام، وتبقى صلاه على النبي صلاه كامله عليه الصلاه والسلام. الف صلاه وسلام عليك يا رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا يتقبل منا ومنكم قادر يا كريم. يا سلام على العجين، يا سلام على الطب، يا سلام. كنت زمان بقعد جنب ستي كده وهي بتعجن، وكنت بقعد جنب امي وهي بتعجن. بصراحة يعني انا في الاول ما كنتش بحب موضوع العجين، عشان تقولي تعالي عجيني، لا تعالي اخبزي، لا، فما كنتش حاطاه في دماغي. بس بعد كده لما عشان كنت بقعد معاهم دايما باستمرار لقيتهم معاهم حق، ولقيت نفسي فعلا بعجن. ولما حاجه بتقف قدامي بقيت ارن مثلا على والدتي اسالها، لحد الحمد لله يعني ما الدنيا كانت مية مية. وهنا طبعا مرحلة التغطية لازم تغطيه كويس جدا جدا. شوفي بقى تركيب الانبوبة، حتى جبته معاكي تركيب الانبوبة. تركيب الانبوبة ازاي للفرن بانبوبة، لان احنا هنخبز على الفرن بانبوبة، مش الفرن اللي هو البلدي، مش الفرن اللي هو بتشغليه بقش. بصراحة انا ما بعرفش اشغل اللي هو بقش، او ما تحطش قدامي انا اشغله. ممكن لو اتحط قدامي اعرف اشغله، بس انا بصراحة ما استخدمتوش خالص. كان زمان والدتي وامي كانوا بيستخدموه، بس كنت تاكلي منه شوية عيش ولا شوية رز معمر، كفاية الريحة بتاعتهم بس كده. الريحة كانت تبقى خطيرة خطيرة حاجة كده، بصراحة كانت نفسهم حلو جدا في الاكل. بصي بقى هنا لازم تمشي على الخرطوم بتاع الفرن بالولاعة قبل ما تولعي الفرن، والعيون تمشي عليها بالولاعة قبل ما تولعي الفرن. بصي عشان لو في اي حاجة قبل ما تولعي الفرن وتشغليه، يبقى ربنا طبعا هو الحارس وهو الحافظ، بس لازم تعملي اللي عليكي. هنا بقى هنبدأ ان اوريكم العجين اهو بعد ما خمر زي ما انتم ما شايفين. اعملوا لايكات كتير، وعاوزه اشتراكات تغرقني كده. عاوزه الفيديو ده يجيب 100 مليون، انا عاوزه الفيديو ده يجيب 100 مليون. انا عارفه ان انا طماع، بس انا عاوزاه يجيب 100 مليون. بصوا بقى نبدأ ان احنا نقطع العجين، والرغيف اللي يجي كبير نشيل منه الحته ازاي، حته العجين ازاي هوريهولكوا دلوقتي في الرغيف. دلوقتي في رغيف هيجي كبير وهشيل منه حته وهوريهولكوا وهجيبهولكوا بالتفصيل كده وواضح جدا دلوقتي هتشوفوه. بصوا الرغيف قد ايه، انا مبكبرش العيش. طبعا حضراتكم عاوزين تكبروه براحتكم خالص. ده هيجي كبير اهو، وانا عاوزاه في سوا اللي قبله، يعني اللي قبله كان اقل شويه. بصي ده مش ده اللي الكبير ولا ايه؟ ده مش ده، ده مش ده، ده مش ده. ايه ده بقى؟ هو انا ما كنتش مركزه ولا ايه؟ لا هو ده، ايوه هو ده اهو. بصي بقى هشيل ازاي الحته اهو. بصي اهو، شلت حطيتها في الدقيق تاني اهي في العجين تاني، ودي زي ما هي اهي، وارجع اظبط الرغيف اهو زي ما انت ما شايفه كده. ما شاء الله، الله اكبر. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك يا رب. اللهم احفظها، اللهم دمها نعمه واحفظها من الزوال. اللهم دمها نعمه واحفظها من الزوال. يا رب ترخي كل الاسعار الموجوده دلوقتي يا رب، يا رب ترخي كل الاسعار الموجوده دلوقتي يا رب. عاوزاكم كلكم تامنوا ان ربنا يرخي الاسعار الموجوده دي كلها، لان في ناس، معلش في الكلام، في ناس بتشتكي وهي معاها فلوس تصرف بس الحاجه غاليه عليها، لكن في ناس بتشتكي وهي اصلا معهاش فلوس انها تجيب اللي سعره كويس.
فيا رب ارخي الاسعار دي كلها يا رب، خلي اللي مش لاقي ياكل ياكل عياله يا رب. يا رب ارخي الاسعار دي من عندك يا رب. يا رب ان شاء الله ربنا هيفرجها على المسلمين جميعا باذن الله، ان شاء الله باذن الله ربنا هيفرجها على المسلمين جميعا. شوفوا بقى عيشنا وعجلنا اللي احنا عملناه سوا. شفتوا العيش؟ وطبعا كل مره المطرحه المكسوره ده مش عارفه مش بغيرها ليه، كل ما اجي اصور لازم ابقى ماسكه المكسوره. مش فاهمه والله ايه حبي في المكسوره دي، بس يلا بقى مش مشكله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. بالهنا والشفا، بالهنا والشفا، الف هنا وشفا عليكم يا رب، الف هنا وشفا عليكم يا رب. الله اكبر. ايه رايكم بقى؟ عجين وخبيز وتفاصيل وروتين مفيش بعد كده. ادعوا لي كتير بعد اذنكم.